أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أحلى وأطيب وأغلى متابعين. أتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. يا ريت اللي مشترك يشترك ويحط لايك وكومنت لأنه يسعدني، واللي مشترك برضو يحط لايك وكومنت عشان أنبسط أكثر وأنزل أكثر، لأني كل شوي لما أنزل الفيديو تلاقوني أدخل على الفيديو كم مرة عشان أشوف كم لايك كم كومنت وكم اشتراك، وإذا لقيت مرة أفرح وصراحة أدعي لأصحابها. الله يسعدكم يا رب. طبعا بدأت يومي يوم الخميس بقهوتي وسويت الأولاد الحلوين كتاكيتي، كان عموري غايب عن المدرسة، وسويت مع أخوه شوفان. صراحة شوفان ده من زمان كانوا أسوي له، بعدين بطلته. دحين هذا كان عندي علبتين كاملة كبيرة ما استخدمتها، فقلت يلا استخدمها. صراحة فطور خفيف ولذيذ وعجبهم. بعد كده قلت يلا بسعد الكتكوت لأني كل يوم معايا في الصباح ويمل، فقلت أسوي له حفلة كده صغننة. حط له كيكة عليها شموع، مو عيد ميلاد ولا أنا ما أعترف بالعيد الميلاد ولا حفلة ميلاد ولا يوم ميلاد ولا أي شيء، هذه الأشياء ما أعترف بها. ما أعترف بالأشياء هذه. فأعتقد إنها بدع أو شيء زي كذا، فما أعتقد أنا بهذه الأشياء ولا إن شاء الله أسويها. فقلت بس حفلة عشان ينبسط الأطفال، دايما يحبوا الشموع، يحبوا الكيكات الصغيرة واحتفال فيهم. صراحة غيرت جوهم وانبسطوا. كان يوم الخميس رحت اشتريت قطع الكيكات، وطبعا ما نسيت الكتكوت الكبير لأنه راح يزعل إذا بس اشتريت الصغنونة، وولعتها لهم مرة انبسطوا. بعد كده قعدت ألف كده في المحل، هذا يعجبني أفكار الحلا، عندهم مرة أشياء حلوة وعجيبة. هو مو أسر منتجة، هو مصنع، بس صراحة أشياءهم مرة عجيبة وصراحة غريبة وإبداع إبداع مرة بشكل بمعنى الكلمة. عندهم الحلويات والفطاير وكل شيء وشوكولاتات وتوزيعات الأطفال، توزيعات البيبي، كل شيء عندهم في محل واحد. صراحة مرة إبداع إبداع إبداع. شايفين كيف؟ بعد كذا كالعادة دخلت على المطبخ أشوف الصحون في الغسالة أطلعها، ودايما القدر زي كده يبقى فيه له أثار، أروح أغسله بيدي بالإسفنجة وأغسل الرخامة عقمة عشان أبدأ أطبخ طبخة. فقررت إني أطبخ طبخة إلهام الشهيرة، هذه تقريبا ثالث مرة سويتها. والرز لازم يكون أبو بنت وحطيت عادي بس البصل أحرقه، بس أنا يمكن أضيف طماطم وثوم، وهذه الزيادات طماطم وثوم. أما البهارات حطيت كزبرة وفلفل أسود، وبهارات الدجاج هي كده جاهز اسمه بهارات الدجاج. وطبعا بعد كده سويت قهوتي، وشوية اللي تجينا طلبيتنا من علي إكسبريس. هذه الطيارة صراحة مرة حلوة، اشتريتها لأولادي في العيد، عيدياتهم كانت من شي إن وعجبتهم. اشتريت واحدة كنت أناول وخربت، التف عليها كده حبل وخربت، صراحة مرة تطير في الهواء، حلوة مرة مرة حلوة للأطفال. ودحين اشتريت طلبت لهم كمان ثنتين، يعني ولدي الكبير الله يسعده مهوري طلب لي هي عشان يسعدهم. وكمان فقاعات الصابون هذا المسدس كمان يحبون الأطفال، اشترى لهم اشترى لي أنا. شافني مرة قاعدة أعلق على سمعني صوتي وأنا أمنتج فيديو، فاشترى لي ستاند، وفعلا اليوم بالضبط انكسر الستاند حق القديم. الله يعطيه مليون ألف عافية، وشكرا للمتابعة، وأتمنى أنكم تشوفوا للآخر.
سريع بس مو هو. 1 2 3. يلا حطوا سكر ملعقة. زعقة هلا زعقة هلا هلا سكر. انت ماما انت انا ذكري ناقة. ها نحط بدون ملعقة عشان هو صديق قليل. قليل حطوا قليل. هاي بس 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 بس. ايوه حلوة. أبا بونو بون أبا شوي شوي لين كب. ها شوي فك.
قال ياخذ سيب